ما هذا؟ قصة فارس عربي جاء من العصور الإسلامية القديمة إلى زماننا هذا بطريقة سرمدية، فوجد نفسه في دولة فلسطين في عام 2015 للميلاد. وإليكم التفاصيل. من أنتم؟ كيف أكلمكم؟ إني حقا لا أفهمكم. ما هذا الموطن؟ ما هذا؟ بل يخبرني أحد عنكم. ما هذا الوطن الفلسطيني وأرض الزيتون والتين. اتفضل حاكيني واسأل، أنا اسمي شادي البوريني. أنا فارس عصري وزماني، أصلي عربي كنعاني، والآن أمامك لا أدري شيء عن وقتي ومكاني. بدك تهدى شوي وترضى، انت الآن بعصر النهضة. اتغير لك كل شي عنكم، صار العالم كله فوضى. ما هذا الشيء على أربع، مكسو بحديد يلمع، من 1000 حصان لي أسرع. هل هذا سحر أم ماذا؟ هذه سيارة يا خيي مصنوعة بدولة غربية، وبتشرب بنزين مركز مش مثل حصانك عالمية. ما هذا وكيف تكلمه؟ وتكاد شفاهك تلتمه، يبدو مخلوقا تفهمه. هل هذا جن أم ماذا؟ هذا جوال مجللنا، نقل العالم كله عنا، وفر تعب وغلبي لكن لما عرفناه تغيرنا. هل هذا زجاج أم سائل؟ ألوان وبريق هائل. ما المقصود بخبر عاجل؟ أخبرني بربك. ما هذا؟ هذا تلفزيون وصورة بنقل أخبار المعمورة، إعلام وشتت أمتنا وما خلى قصة مستورة. ما هذا العملاق المبهم وبكل دهاء يتقدم، يمشي وكأنه لا يهزم. بالله أجبني. ما هذا؟ هذه دبابة غدارة عالعزل بتشن الغارة، أتحداها فارس عود وحطم هيبتها بحجارة. ما هذا المخلوق الخائف وله قبعة وسوالف، يبدو مختلفا أو زائف. هل هذا غريب أم ماذا؟ هذا مستوطن يهودي واللي على كتفه بارودي، جاي من الدول الغربية يستوطن في أرض جدوده. ما هذا الطائر بالجو؟ ضخم ومخيف ومدوي، يمشي بذكاء وتروي. هل هذا وحش أم ماذا؟ هذه طيارة حربية والصناعة إسرائيلية، ذبحوا فيها الطفل بأرضه وبتشهد الشجاعية. ما هذا الشيء الممتد؟ سور عربي أم سد؟ عملاق ليس له حد. هل هذا حصن أم ماذا؟ هذا اسمه الجدار العازل وبناه الصهيون السافل، قسموا فيه بلاد وأرضي لما تقسمنا فصائل. ما هذا البني الأحمر؟ ولماذا يقف على المفرق؟ يتحكم في الناس ويزعق. هل هذا البعبع أم ماذا؟ هذا خلقة جند مصدي واللي بإيده سلاح وعدة، محتل بلادي بالقوة وباني داره بورثة جدي. ما هذا الضوء على الجبل؟ شيء جذاب عجبلي، سأمر هناك على جملي مسموح. هذا أم ماذا؟ يا ريت لو ظلوا مطفي هالجبل ولو ظلوا مخفي، هذه خطة استيطانية خلت وطني قد النتفة. أغراب ويهود قلة سكنوا الواد ورأس التلة. اخبرني ماذا حل بكم؟ هل كل بلادي محتلة؟ شو بدنا احكي لك خايف حالتنا تبكي لك. انا وجدود جدودي مرمطنا الله وكيلك. الكل بيهدم ما بيبني، صرنا بالمحن المحني. ضاعت النخوة العربية وبالدم غرقنا وبالفتنة. ماضينا اتكسرت سيوفه والعربي ميت من خوفه. زمرة خير
خيبر حكموا بلادي والأقصى بطلنا نشوفه. أعطيني حلا فوريا لأجوب بلادي العربية، نحشدهم من أجل الأقصى ونعيد عصور المنسية. أوباما والأبيض بيته المشى العالم ع توقيته، كل دولة بدها تساندنا بيعارضها بحق الفيتو. من هذا وكيف سيعطيني حق لأدافع عن ديني؟ أوباما والبيت الأبيض هل معه حلا يرضيني؟ يعني من الآخر يا خي بدك ننهي الخرافية، أنا رح دلك على هالخطة مضمونة 100%. شوف لك عروس أمريكية تجوزها بتاخذ جنسية، وساعتها وبكل سهولة بتلف الدول العربية. ومهما يبقى طيب صبرك والله لا تفقع من قهرك، وصدقني إلا بآخرها تتمنى ترجع على قبرك. ما هذا؟ رمز الثورة والحرية وألوان الوحدة الوطنية، هذا العلم الفلسطيني وقف وضرب له التحية.